قصر الجنرال البوهالي البلاصه فين لقى بالنسنس الكنز اللي كتقدر الثروه ديالو بملايين الدولارات. تقدر على وكيفاش بالنسنس حتى طاح على هاد الثروه اللي ما كتقدر بحتى شي ثمن. السؤال المطروح هو واش فعلا بالنسنس لقى هاد الثروه وهاد الكنز اللي ما كيتوصفش؟ بطبيعه الحال الثمن ديالو راه غالي بزاف، وخصوصا داك الزئبق الاحمر اللي عنده فراه مطلوب عالميا وكل شيء تقريبا راه كيقلب عليه. واليوم غادي نكشفوا الخدعه ديال بالنسنس، واش فعلا لقى هذا الكنز او لا غير خدعه باش يلفت الانتباه ديال المغاربه كاملين. كلنا عارفين الانسان بالنسنس اللي ما كيخاف لا من جن ولا من انس، سنين وهو غارق في المغامرات اللي ما كيدخلوش للعقل، مره في الجبال ومره في المستنقعات ومره في الروضه ومره في الغابه ومره في الديور الخاليه المسكونه بالجن. والمشاريان ما عندوش كاع، واللي جات قدامه بسم الله واخا كيريسكي بحياته الخوف ما عندوش معاه. حتى لواحد النهار مشى للقصر ديال الجنرال البوهالي، ومن طبيعه الحال هذا الفيديو هو اللي غنتعرفوا عليه على داك الشيء اللي لقى بالنسنس، واش فعلا لقى داك الكنز وديك الثوره الفرعونيه التاريخيه والزئبق الاحمر اللي كيتقدر بملايين الدولارات. هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. كيفاش حتى مشى بالنسنس لقصر الجنرال البوهالي؟ السبب هو انه كانت واحد الاسطوره قديمه كتحكى تما بلا انه راه كاين واحد الكنز، وماشي اي كنز، كنز اللي عظيم اللي كتقدر الثروه ديالو بملايين الدولارات. هنايا فين توكل على الله وبدا كيقلب ديك لاباراي حتى عطاتو الاشاره وبدا كيحفر، ومن بعد ساعات وهو كيحفر وفعلا لقى داك الكنز الاسطوري. هذا هو بالنسنس مر بواحد الصعوبات ومغامرات اللي خطيره جدا. السيد راه كان كيريسكي بحياته في كل مغامره، راه كان كيسني على العمر ديالو، والعبره هنايا كاع اللي صبر كيكافئوا الله. بطبيعه الحال كاملين كنتمناو انه بالنسنس فعلا يكون لقى هذا الكنز وما تكونش غير خدعه وصافي. ودابا غادي نشرح لكم كيفاش حتى بالنسنس يمكن 100% حتى يكون هادشي كامل اللي دار راه غير خدعه وصافي. دابا غادي نوريكم واحد الفيديو ديال واحد السيد كيتواجد في ديك المنطقه بالضبط اللي لقى فيها بالنسنس داك الكنز العظيم. انا غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا داك السيد اشنو كيقول على بالنسنس واشنو كيقول على داك القصر اللي لقى فيه بالنسنس داك الكنز. السلام عليكم اخوان، هذه هي البلاصه اللي جبت منها بالنسنس الكنز. ها هي كما كتشوفوا، حنا ندوروا ليها من الله باش نشوف واش هادشي بصح ولا لا. ها هي من الله، شتي ما عرفتش تقدر تكون. ها هي، ها هو الحيط من اللور كي داير، يقدر يكون حفر من اللور وحطها من هنا حتى جبده على ما اظن. ما يمكنش يكون الكنز هذا.
ودابا الخوت اش بان ليكم في هذا السيد اللي شفتو في هذا الفيديو وديك الهضره اللي قال؟ واش فعلا بالنسنس لقى داك الكنز او لا غير طارق علينا وصافي؟ المهم وصلنا لنهايه الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساش تخلي الاشتراك ديالك وتفعل داك الجرس باش توصل بكل جديد. تحياتي.